سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير. اليوم راح نشارك معكم الغريبيه واش نحتاجو فيها: كاس زيت، كاس غير ربع سكر ناعم، ملح وملعقه صغيره نواره، فرينه حسب الحاجه. اول حاجه نبداو بها هي الزيت، نضيفو عليها السكر الناعم. هنايا السكر نغربلوه كما على بالكم، ودائما نقول لكم اي حاجه جافه لازم نغربلوها. انا هنايا استعملت الباتور، واللي ما عندهاش معليش تستعمل الفوي. بعد ما خلطت مليح نزيد الملح. هنا ما درتش النواره نديرها مع الفرينه. وهنايا نبدا نضيف الفرينه بالتدريج، اللي اكيد لازم نغربلها، ونضيف معاها النواره كما راكم تشوفوا في لا فيديو. وبنات ننصحكم ما تتهاونوش وتقولوا انا ما كان لها نغربل وكاع كاين فرق كبير بين تغربلي الفرينه وبين ما تغربليهاش. مالا من الاحسن انكم تغربلوها خير وخير. انا هنا استعملت الفرشيطه باش نلم العجينه تاعي، بخاتيك بزاف وتساعدني باش نلم العجينه. غير نشوف العجينه بدات تثقل نستعمل يدي من الاحسن، باش تعرفي القوام تاع العجينه تاعك اذا هي مليحه ولا تزيدي لها لا فارين. هنا حسيت مازال خاصتها شويه الفارينه، زدت لها شويه وعاودت لميتها. كما قلت لكم نتيا تعرفي القوام اللي راكي حبيته. كما هنايا بانت لي بلي هذيك هي، ما نزيد لها حتى حاجه. نلمها ونخليها باش نروح ديريكت نشكلها. وهنا راني نشارك معاكم كيفاش نشكل الغريبيه. مانيش عارفه، قولوا لي نتوما شحال العلامه. انا بانت لي بلي ما شكلتهاش 10/10، بانت لي 8/10. صافا خير من اللي ما كاش. وهنا قلت وعلاش لا ما نزيدش نشارك معاكم الحبه الثانيه كيفاش خدمتها كما راكم تشوفوا. وهنايا ماهيش سيونس اكزاكت، يعني الشكل انتي تتحكمي فيه. بعد ما كملت الحبات تاوعي ودرتهم في سنيوه، اكيد وعلى بالكم وكاع الجزائريات على بالهم باللي الغريبيات تزين بالقرفه. وهنا اكيد كان الفرن تاعي ديجا راني شعليته، ندخلهم مباشره. وطريقه الطهي تاعهم كل واحد وكيفاش، كاين اللي يحبها حمراء، كاين اللي يحبها تبقى بيضة، كل واحد والاختيار تاعو. هنايا حبيت نوري لكم حبه الغريبيه كيفاش. وهذا هو الشكل النهائي للغريبيه في صحن التقديم. نتمنى انكم تجربوها وتشاركوني رايكم في التعليقات. سلام.